السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان وما يحدث في السودان. السودان دي يا جماعة فيها ثروات معدنية ويورانيوم وذهب ونحاس، يخلي كل مواطن سوداني يعيش في رفاهية طيلة حياته لعقود قدام. ولذلك السودان بعد ما اتقسمت شمال وجنوب، دلوقتي السودان بتتهيأ لانقسامها غربا وشرقا. طب ايه اللي بيحصل في السودان؟ في قوات او ميليشيات اسمها ميليشيا قوات الدعم السريع. القوات دي اللي انشاها اصلا اللي كان ماسك السلطة السودانية من 2003 عمر البشير، بحجة اللي هي تحميه. طبعا كل واحد ظالم عارف نفسه، وهنا تكمن خطورة ان النظام يكون ميليشيات داخل البلد، لانها في الاخر بتنقلب عليه. وده اللي حصل مع عمر البشير 2019 لما الميليشيات ديت مع الجيش انقلبوا على عمر البشير. طبعا السبب معروف، لنهب ثروات البلد. وفي ناس بتمول الميليشيات ديت زي دول عربية مثلا كلنا عارفينها، بن زايد والإمارات، تحت غطاء سياسي واقتصادي لإسرائيل. والغريبة العالم كله عارف الكلام ده، ومع ذلك في تعتيم غير مبرر. اللي بيحصل في السودان يا جماعة لن يقل خطورة ولا مجازر بشرية ولا إبادة عرقية عن ما حدث في إخواتنا في غزة. لكن الأنظار كلها كانت متجهة لغزة، وكانوا مهمشين السودان واللي بيحصل في السودان. لكن اليومين دولت بعد اللي حصل في الفاشر ما عادش حد يقدر يسكت أو ما يتكلمش، لأن احنا مطلوب مننا، واجب علينا كلنا نطلع نتكلم، كل الناس تطلع تتكلم، لأن اللي بيحصل مجازر بشرية لن تحدث من قبل، وإبادة عرقية لإخواتنا في السودان. والغريب يا جماعة واللي يحزن اللي المسلمين بقوا يقتلوا المسلمين. وهنا نتوقف. عشان ايه كل ده؟ عشان نعرف يا جماعة الاقتصاد هو اللي متحكم في كل حاجة، حتى أعمار البشر للأسف الشديد. الإمارات للأسف بتمول قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع دي أصلا كانوا متوحدين مع الجيش السوداني في حماية عمر البشير، لكنهم انقلبوا عليه 2019 ومسكوا البلد هما الاتنين. كانوا قوات الدعم السريع ده مع الجيش ماسكين البلد من 2019 بقيادة حميدتي، قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى عبد الفتاح البرهان اللي هو ماسك الجيش السوداني لحد 2023. إبريل 2023 هما نفسهم انقلبوا على بعض، برضو من الطمع والفساد، وكل واحد فيهم عاوز ينهب ثروات البلد. وللأسف اللي بينطحن في النص الناس المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ. من إبريل 23 يا جماعة ومدينة الفاشر منحصرة عليها حصار من قوات الدعم السريع لحد يوم 26/10 اللي فات 2025. قوات الدعم السريع اتصلت على الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني، واستولوا على آخر مدينة في إقليم دارفور. وإقليم دارفور ده يا جماعة اللي معرفش مساحته ما يقارب 500 ألف متر مربع، أي ما يقارب نصف مساحة مصر، وما يعادل مساحة فرنسا كلها. والإقليم ده يا جماعة مليء بالثروات المعدنية، والإقليم ده عايم على جبال من الذهب، بالإضافة إلى اليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن النفيسة. عشان كده الإقليم ده دايما عليه مشاكل وفيه حروب. لكن المدنيين إيه ذنبهم؟ ملهمش ذنب. انت ليه تخش تقتل المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال بالمناظر اللي احنا شفناها على السوشيال ميديا؟ وللأسف اللي بيعمل كده مسلمين في مسلمين. وللأسف الأكتر مع الطغيان وفساد قوات الدعم السريع بدأوا يجذبوا ناس من بره السودان، ناس من تشاد وأفريقيا، ناس مش من ملتنا.
طبعا كله مأجور. وطبعا اللي بيدعم الناس دي زي ما قلنا الإمارات، لأن الإمارات بتاخد الذهب ده وبتاخد الثروات المعدنية دي، بدليل الاحتياط الإماراتي زاد أكتر من ربع خلال آخر سنتين. فهنا الاقتصاد بيتحكم في أعمار البشر. وهنا يا جماعة نتوقف على تداعيات هذه الأمور على مصرنا الحبيبة. لازم نعرف اللي ده أمن قومي بالنسبة لمصر، لأن أنت بتتكلم في إقليم دارفور ده ماسك المثلث الحدودي ما بين مصر وليبيا وتشاد. المثلث ده خطير جدا يا جماعة، لأن فيه ممرات للتهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة لتهريب المعادن النفيسة زي ما قلنا لدول معينة بعينها. فهنا ثروات البلد بتنهب والعالم يقف متفرج. طبعا كل الناس كانت منتبهة، الأنظار كلها كانت منتبهة لغزة واللي بيحصل في غزة، وده كانت حاجة يعني مش مبررة اللي انت تنسى اللي بيحصل في أهلنا في السودان. لكن بعد ما حرب غزة هدت شوية والهدنة تفعلت، مع انهم بدأوا في الضرب تاني، بدأت الأنظار تتجه إلى اللي بيحصل في إقليم دارفور، وبالأخص مدينة الفاشر. اللي بيحصل في مدينة الفاشر يا جماعة إبادة جماعية، إبادة عرقية. وهنا بتتهيأ السودان للانقسام بعد ما انقسمت لشمال وجنوب. السودان بتتهيأ للانقسام مرة أخرى لشرق وغرب. فتداعيات الكلام ده على مصر يا جماعة خطير جدا، لأنه يعتبر أمن قومي. لأن أنت بالحاجات اللي هتحصل دي والانقسامات ديت، اللي هيمسك الغرب تعتبر ميليشيات مش نظام. فأنت بتفتح ممرات للتهريب، حاجات خطيرة جدا هتأثر على الأمن القومي في مصر. واحنا بصراحة مصر مش ناقصة. بالإضافة إلى حوار اللاجئين ده، احنا مصر أكتر دولة استقبلت لاجئين من السودان. احنا مصر فيها أكتر من 6.5 7 مليون سوداني من تاريخ بداية الحرب. وده كله بيأثر على اقتصادنا وبيأثر على الناتج المحلي. إن مصر زي ما انتوا عارفين احنا أصلا كده كده في مشكلة اقتصادية، وربنا يعين النظام ويشوف ناس بتفهم في الاقتصاد وناس كوادر بالفعل، مش ناس كل حلولها اللي هم يقترضوا ويستلفوا وقروض بتسد قروض. ان النظام الاقتصاد مش هيقوم على الكلام ده يا جماعة. مفيش اقتصاد في العالم هيقوم على القروض. حتى في قراراتنا السيادية، يعني احنا نفسنا مش عارفين نعمل ايه، لان قراراتنا مش في ايدينا. ان اللي بيقترض هو اللي بيقرضك هو اللي متحكم في قرارك للأسف الشديد. فهنا تداعيات حرب السودان ديت خطيرة جدا على مصر، ولابد من تدخل سريع ايا كانت العواقب. انت بتتكلم في انقسام على حدودك الجنوبية، احنا اصلا عندنا مشاكل على الحدود الشرقية، وزي ما انتم عارفين الحدود الغربية كمان ليبيا منقسمة الى شرق وغرب. فانت يعني مصر من جميع اتجاهات على حدودها الشمالية، على حدودها الغربية، حدودها الشرقية وحدودها الجنوبية في مشاكل وحروب. والكلام ده كله يا جماعة مقصود لأن مصر هي المستهدفة. ربنا يسترها علينا وعلى المفروض جيشنا قوي. انا برضو بستغرب، انا عن نفسي مش عارف، هم طبعا هم ادرى، لكن احنا لازم نتدخل يا جماعة في الامور اللي زي كده، لان ده يعتبر امن قومي. ومصر اللي انا اعرفه اللي هي ماضية اتفاقية دفاع مشترك ما بينها وبين السودان. يعني احنا من حقنا نخش، الجيش المصري من حقه يخش يدك ميليشيا الدعم السريع ديت ونخلص. وانا عارف اللي هي مش هتاخد في ايد الجيش المصري ساعتين ثلاثة. فاحنا ليه ساكتين؟ انا مش قادر استوعب بصراحة، والوضع ده خطير جدا على مصر. يعني زي ما تقول كفاية قوي موضوع اللاجئين ده بيأثر علينا وعلى شعب مصر اصلا، وعلى العيشة وعلى الاسعار وعلى كل شيء داخل مصر. واي حد في مصر يقول لك الكلام ده. فاحنا المفروض نتحرك، والمفروض نتحرك كمان في ملف سد النهضة. كل ده يا جماعة ملفات هي دايرة مغلقة مرتبطة ببعضها كلها تحت
غطاء الكيان الصهيوني. عشان تبقوا فاهمين، هما بيحاربونا دلوقتي اقتصاديا علشان ما يبقاش قرارنا السيادي بإيدينا، يبقوا متحكمين فينا اقتصاديا، فيبقوا هم يبقوا بنفس الوقت متحكمين في قراراتنا. وده أكبر غلط بيعملوا النظام والسلطة. احنا المفروض نعيش بقرار سيادي يخصنا، ما نبقاش دايما رد فعل، نبقى احنا الفعل. ان مصر يا جماعة مش صغيرة. مصر مش الاقتصاد والنمو مش هيقوم بالحفلات وبالبيانات وبالكلام ده كله. لا، مصر هتقوم بالنمو والانتاج، انتاج زراعي، انتاج صناعي. احنا بلد زي السودان دي احنا كان ممكن المصريين كمان غير السودانيين يختنوا من ورا السودان دي. كفايه بس ببند الزراعه. السودان دي فيها اخصب تربه في افريقيا، ده غير ثرواتها المعدنيه اللي في بلاد معينه بتنهبها، وعمال يقتلوا في الناس وعمال يبيدوا في الناس. فاحنا مصر فين يا جماعه؟ لازم يبقى في تحرك قوي من مصر تجاه هذه الملفات الخطيره. الملفات دي خطيره جدا على امننا القومي يا جماعه. واحنا كشعب احنا كلنا في ظهر الجيش وظهر النظام. لو هياخد خطوة زي كده احنا ما عندناش مشكلة. احنا كده كده الشعب المصري بيستحمل، واحنا مستحملين كتير من قرارات خاطئة داخلية من الحكومة. الحكومة دي يا جماعة ما بتاخدش قرارات صح في اتجاه اللي هو النمو والاقتصاد، واحنا ساكتين ومستحملين وعايشين. لكن هيبقى كمان الخطر علينا من خارج امن قومي على حدودنا. طبعا مش هيبقى من كله يا جماعة. فاحنا لازم نتحرك في الملفات الخطيرة دي، ملفات السودان، ملفات سد النهضة، لان المياه الشرب يعتبر امن قومي برضو بالنسبة لنا. ده اكتر من امن قومي، ده شريان حياتنا. فاتمنى من الإدارة المصرية ومن النظام ومن الحكومة اللي هم يتعاملوا ويتحركوا في هذه الملفات الخطيرة لحماية مصر وأمنها القومي. والله المستعان.